سمعتوا قبل كده عن الكيرز؟ مطورين السيارات الكهربائية بيحاولوا دايما يبتكروا طرق اللي بيها يقللوا استهلاك البطارية وفي نفس الوقت يزودوا من كفاءتها عشان البطارية تفضل أطول وقت ممكن على الطريق معتمدة على الشحن بتاعها. وفي السيارات الهجينة المعتمدة على البطارية ومحرك الاحتراق الداخلي بيحاولوا قدر الإمكان تجنب استخدام المحرك في شحن البطارية علشان ما يحصلش انبعاثات كربونية. ومن ضمن طرق تقليل الاستهلاك وزيادة الكفاءة هي الكيرز اللي اختصارا ليه كاينتيك انرجي ريكفرنج سيستم او نظام استعاده الطاقه الحركيه. طب النظام ده بيشتغل ازاي؟ الاول سريعا كده، السياره الكهربائيه بتدور ازاي؟ انت بتمرر للموتور تيار كهربائي مصدره بطاريه العربيه. الموتور ده لو فكناه هتلاقي فيه جزء ثابت بيسمى ستيتور وجزء متحرك بيسمى روتور. الجزء المتحرك عباره عن مغناطيس قوي، والجزء الثابت عباره عن اسلاك ملفوفه حوالين بعضها بشكل معين ومتوصله بدايره البطاريه. شويه فيزياء سريعه كده، البطاريه دي لما هتمرر تيار للسلك الملفوف حوالين الجزء الثابت هيتولد مجال مغناطيسي، نتيجه ده هتتولد قوه تخلي الجزء المتحرك ده يدور، والجزء المتحرك ده متوصل بعجل العربيه فالعربيه هتتحرك. المطورين قالوا لك احنا ممكن نستخدم نفس الموتور ده ونخليه يتصرف كمولد كهربائي، ناخد منه كهرباء ونرجع تاني للجزء الثابت والجزء المتحرك داخل الموتور. فهنلاقي ان زي ما بندي تيار من البطاريه للسلك فالمغناطيس او الجزء المتحرك بيلف، فاحنا لو عكسنا العمليه ولفينا المغناطيس او الجزء المتحرك بالقوه هيتولد تيار داخل السلك. التيار ده هيرجع تاني للبطاريه ويشحنها. طب القوه دي هتيجي منين؟ قالك من فرامل العربيه. وانت سايق العربيه عادي وحبيت تفرمل فبتشيل رجلك الاول من على دواسه السرعه، صح؟ اول ما بتشيل رجلك الموتور خلاص بيتقطع عنه التيار اللي جاي من البطاريه، ولكن العربيه ما بتقفش مره واحده، بتبدا سرعتها تقل تدريجيا. خلي بالك كل ده احنا لسه ما دوسناش فرامل. اثناء بقى ما السرعه بتقل الجزء المتحرك او الروتور اللي هو عباره عن مغناطيس زي ما قلنا عمال لسه يلف، وزي ما قلنا لو لفينا المغناطيس جوه السلك هيتولد تيار داخل السلك. بس خد بقى الحاجه اللي بتخلينا نرجع تيار عالي جدا يشحن البطاريه. لما بيتولد تيار في السلك نتيجه دوران الجزء المغناطيسي او الروتور بيتولد مجال مغناطيسي حوالين السلك في اتجاه معاكس لاتجاه المجال المغناطيسي الخاص بالروتور. القوه المعاكسه دي بتحاول توقف الجزء الدوار او الروتور بالقوه. عشان كده في العربيات الكهربائيه اول ما بترفع رجلك من على الدواسه بتحس ان العربيه هتقف لوحدها قبل حتى ما تفرمل. المهم ان كل ما القوه المعاكسه دي بتزيد هيزيد التيار اللي راجع للبطاريه، وهنا بقى احنا هنوقف الروتور بالقوه. ولما احنا بنفرمل العربيه احنا بنزود القوه اللي بتخلي الروتور ده يتباطأ، فبتزيد القوه المعاكسه اللي ناتجه عن المجال المغناطيسي اللي حوالين السلك، فبنزود التيار اللي راجع للبطاريه. وكل ما كانت الفرمله اقوى كل ما كان التيار اللي راجع للبطاريه اقوى، ويستخدم التيار ده في شحن البطاريه. يعني في الكام ثانيه اللي العربيه بتحاول تقف فيهم وبيكون فيه شويه حركه بسيطه جدا بنستخدم الحركه دي في استعاده جزء من الطاقه. طبعا البطاريه مش هيتم شحنها بالكامل، ولكن في كل مره انت بتفرمل بنرجع شحن تاني للبطاريه بحيث نقلل هدر الطاقه قدر الامكان ونحسن من كفاءه البطاريه. نظام الكيرز يا جماعه نظام عبقري بالرغم من فكرته البسيطه، وموجود زي ما قلنا في السيارات الكهربائيه والهجينه. طبعا هو محتاج دائره كهربائيه مصممه بطريقه معينه، وفي العربيات الهجينه تصميم نظام الكيرز بيكون مختلف شويه لان العربيات الهجينه فيها جير بوكس او صندوق تروس وفيها فلاي ويل او حدافه، فالسيستم بيكون مختلف شويه في طريقه عمله، ولكن هي نفس الفكره، تحويل جزء من الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه تشحن البطاريه اثناء الفرمله. وعامه لو بصينا من ناحيه التوفير وزياده الكفاءه هنلاقي ان الموضوع يستاهل، خاصه مع محاولات تقليل استهلاك البنزين في العربيات الهجينه ومحاولات زياده كفاءه بطاريات السيارات الكهربائيه علشان يزودوا الاعتماد عليها في المستقبل باذن الله. ولو حابب تعرف اكتر عن السيارات الهجينه هسيب لك لينك حلقتها في صندوق الوصف، ولو عندك اي استفسار قولي تحت في الكومنتات وهعمل لك عنه حلقه مخصوص باذن الله. بس كده، سلام عليكم.